في الفيديو ده انا جاي اكمل الطريقه بتاع الفيديو اللي فات، ان انا كلمتكم ازاي تشحنوا بيس ببلاش او اي لعبه ببلاش بالطريقه اللي انا قلت لكم في الفيديو اللي فات. اللي مش شايفها يروح يشوفها. فعلشان حصل مشاكل كتيره في الفيديو اللي فات، الناس قاعدين يقولوا لي عليها في الفيديو اللي في الوصف اللي انا قلت لكم روحوا شوفوا الاول. الناس قاعدين يقولوا لي في مشاكل بتحصل معانا وحاجات كتيره كده. فالنهارده جاي احل لكم كل المشاكل واقول لكم كل حاجه تخص المشاكل ديت ايه اللي هتحصل. بس عايزك اول حاجه تركز معايا في الفيديو عشان ممكن تنفع معاك وممكن ما تنفعش. انا قبل كده جربتها معايا حساب كوري، حساب الكوري اتفعل. فانا جاي النهارده افعل لك حساب الامريكي، اخليك تفتح نقاط التشغيل في الحساب الامريكي. بس عايزك تركز معايا عشان ممكن تنفع معاك وممكن ما تنفعش معاك. اول حاجه كده تروح على الحساب اللي انت عايزه تحوله، وبعدين تروح على الدفعات والاشتراك، وتروح على طرق الدفع، بعدين هتروح على اعداد الدفع الاخرى. هيوجهك على جوه الكروم ويستنى عادي كده. واهم حاجه اتاكد ان الحساب هو اللي انت عايز تحوله. بيفتح معايا صوره الحساب فوق اهيت، انا مش هو دي نفس الحساب. فانا هتضغط على الصوره كده عادي وهيظهر لك الحسابات اللي عندك، وهتختار الحساب اللي انت عايز وهيوجهك على صفحه جديده خالص. ما ترجعش عندك كلمه اضافه طريقه دفع، تضغط على الكلمه ديت اضافه طريقه دفع اللي قدامك في الصفحه. وركز معايا في اللي جاي عشان في روابط كتير تستخدمها والكلام ده كله من غير في بي ان قدامك اهوت، مش مشغل في بي ان. رقم البطاقه، ازاي تجيب رقم البطاقه او تجيب الفيزا. فكك من الفيزا دلوقتي، هتروح على عنوان ارسال الفواتير. فكك من الفيزا دلوقتي خالص، هتروح على مصر ديت عندي متحدد انها مصر. هتدور على الولايات المتحده الامريكيه اللي هي امريكا، هتدور عليها كده نشوف امريكا فين. المملكه المتحده لا، الولايات المتحده يو اس دي كده تختارها. تمام كده قوي. بعدين بقى تروح على سطر العنوان عادي، موقع اتراستر عادي تاني. سطر العنوان تكتب اي حاجه في سطر العنوان، اي حاجه. وسطر العنوان 2 تكتب فيه برضك اي حاجه. 1 و2 تكتب فيهم اي حاجه، اي كلام. المدينه بقى تركز في المدينه. روح على الولايه، اول حاجه تضغط على الولايه وتشوف اي عندك ولايات كتير اهوت. اختار اللي انت عايزه. انا هختار دي مثلا، نختار الولايه دي. تكتب نفس المدينه، تكتب نفس الاسم بتاع الولايه اهو قدامك كل حاجه. نكتب مدينه بنفس الاسم. الرمز البريدي، ازاي تجيب الرمز البريدي للولايه اللي انت عايزها. هسيب لك رابط موقع في الوصف، هيبقى فيه كل الولايات بتاع امريكا. هتروح على الولايه اللي انت اخترتها وهتحط الرمز البريدي بتاعها. بعد ما تخلص البيانات دي كلها تروح على رقم البطاقه او الفيزا. ازاي بقى تجيب انت رقم البطاقه؟ موقع في الوصف، تخش على الموقع ده هيبقى فيه فيز كتيره قوي وبطايق كتيره قوي. تخش عليه وهتجيب اللي انت عايزه، كلهم ان شاء الله يشتغلوا معاك. خد اي واحده فيهم وحطها. انا حاليا خدت رقم البطاقه ده وحطيت الكلمه السر وكل حاجه. تعمل حفظ. انت شايف قاعد يقول لي ايه؟ تعتذر تنفيذ طلبك. اعمل برضك حفظ تاني، وبعدين في الاول وفي الاخر اعمل ريفرش الموقع. تمام كده. ما انت شايف كده بيقول لي ايه؟ هيظهر لي رساله حالا المفروض يقول لي لا يوجد طرق دفع. هنشوف معاه بقى او لا يتوفر اي انشطه حتى الان. تمام كده قوي. كل اللي عليك تخرج، هتروح على متجر بلاي، تخش على الاداء بتاعه، بعدين تعمل له مسح بيانات. اول ما تخرج من المتجر بعدين تخش على متجر بقى تاني بقى، وهتستنى معاك شويه. كل دي من غير في بي ان. كلام التحويل ده كله من غير في بي ان. عايز برضو افكرك ان الطريقه مش للكل. الطريقه مش هتنجح عند كله. نجحت عندي مره ممكن ما تنجحش التانيه. فهتنجح، مش هتنجح عند الكل ان شاء الله، بس ان شاء الله تنجح عندك وانت بتعمل خطوات. ما انت شايف كده اهوت. روح على الحساب تاني اهو، لا يتقال تريد مقابل اخر، اعمل موافق. تروح بقى على الحساب زي ما انت شايف كده، ظهر لي البلاي بوينت. بلاي بوينت ظهر لي انضمام مجانا. كل ده من غير في بي ان. التحويل ده كله من غير في بي ان. ما انت شايف بعمل انضمام دي بقى المشكله. هيقول لك حط بطاقه. ما انت شايف انا حاليا الشاشه دلوقتي هتلاقي عندكم سودا عشان الحمايه بتاع جوجل، بس هي تحط لك حط البطاقه دي. المشكله كام واحد ما عادش يعرف يخش على البلاي بوينت. الحل للموضوع ده انك تروح على طرق الدفع وتروح على اعدادات الدفع الاخرى، تخش عليها يخش لك تاني على الموقع. وهنعمل كمان لسه خطوات في الدفعات. برضو تتاكد ان الحساب هو نفس الحساب الموجود عندك اللي انت عايز تحوله لامريكا. انا اخترت الحساب اهوت. الحساب ممكن اهم حاجه تتاكد ان الحساب موجود عندك. هنا اثبات هويه، فعادي اتخطاه بسرعه واجي لكم. وانا هنا بعد ما اثبتت الهويه هتروح على طرق الدفع فوق كده. هتروح على ما انت شايف كده يظهر لي قائمه، هتروح على اضافه حساب مصرفي. هي هنا اللي هتشغل لك البلاي بوينت، بس ممكن ما تنفعش عند الكل الطريقه ديت. اول حاجه اسم الحساب المصرفي، الاسم ده تحط نفس اسم الولايه اللي انت اخترتها واحنا بنعمل في الاول.
معاكم احط الاسم معاكم، هو ده الاسم الولايه اللي انا حطيتها في الاول. نوع الحساب تخليه توفير زي ما هو، لو عندك مثلا تجاري او جاري تخليه توفير. رقم التوجيه هتروح على الموقع ده، هسيب لك رابط تحت في الوصف، برضو كل الروابط اللي تحت في الوصف. ان رقم توجيه البنك الامريكي، تاخد اي رقم من دمت وتحطهم، مش لازم الارقام اللي انا بحطها، كل حاجه حسب الولايه. انا باخدت مثلا رقم البنك ده وحطيته. نيجي بقى لاخر حاجه اللي هي رقم الحساب. رقم الحساب ده هتحتاجه رقم معين، هتكتب من 1 ل7 في رقم الحساب وهتعمل حفظ. ما انت شايف هي دي المعلومات اللي انت المفروض تدخلها. هيقول لك ايه؟ المفروض يقول لك تقريبا يعتذر، او هيقول لك ما فيش، او يقول لك اعمل اثبات اي حاجه. بس بنسبه كبيره هيتظل لك انك تعمل اثبات هويه. هيقول لك ان انت شايف كده ما تعملش ولا حفظ ولا تحقق، ولا اي حاجه، سيبها زي ما هي في انتظار التحقق. تخرج بقى خالص كده، تروح على متجر بلاي، وتخش عليه عادي ما انت شايف كده. نروح على بقى بلاي بوينت. ركز معايا في اللي جاي، انا عامل بس كده عامل انضمام، ما تدخلش معايا كده، الطريقه معايا مش نافعه. لا كمل، بس كمل، لسه باقي لسه. اطلع خالص، راستر المتجر، ويخش على متجر تاني، وخش على بلاي بوينت. ما تخش وتعمل انضمام، لو انضم معاك تمام، كل حاجه تمام معاك، ويظهر لك الجوائز الاسبوعيه وكل حاجه. انا عندي مع برضك ما ظهرش ان في انضمام. تطلع خالص من المتجر، تروح تعمل له مسح بيانات للتطبيق، عشان ان شاء الله بعد ما مسح بيانات بنسبه كبيره هيشتغل معاك. وندخل على المتجر وان شاء الله هيشتغل معاك. لو الطريقه دي ما اشتغلتش معاك، استنى الفيديو الجاي هكلمك فيه ازاي تشغل بطريقه تانية واحسن من دي كمان، بس هيحتاج تعب اكتر. الطريقه ديت المفروض انها سهله، والطريقه التانية هتبقى متعبه اكتر من ديت. بس عشان لو دي ما اشتغلتش معاك، بس تقول عليك جرب الطريقه ديت والطريقه اللي انا هنزلها في الفيديو الجاي، واللي اشتغل معاك تمام. نعمل كده انضمام. برضو قال لي اضافه طرق دفع، كده الطريقه مش شغاله معايا. الطريقه ديت انا كنت عامل منها حساب قبل كده، بس كان حساب كوري مش امريكي. انت الطريقه ديت ممكن تعمل منها حساب بريطاني، حساب الماني، براحتك كل ده، بس لازم تغير في الولايه وتغير في الرمز البريدي. دي حساب حاليا معايا كوري، كنت عامله بنفس الطريقه. المهم انت جرب الطريقه ديت، الطريقه نفعت معاك هتخش كل اسبوع هتلاقي تطبيقات تحملها. ما نفعتش معاك استنى الفيديو الجاي. وبس، دي كان الفيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو، حشرة في القناه، وفعل زر الجرس. اشوفكم الفيديو الجاي بساعه وسلامه، سلام.